كان رجل لا زال على قيد الحياة، الله يطول بعمره، بر علي علاته، مسلم علي تبوك. هذا جاته قذيفة بتر ساقه، فانقصت ساقه. ما بترت الساق 100%، ولكن تقريبا ربع العظم انتهى مع اللحم من القذيفة من القذيفة. نعم. قالوا له يا مسلم إذا بتحمل نحن لازم نقص العظم. ومسلم كان جالس وهم ماسكين رجل مسلم، لم ترف له لا عين بشهادة الجميع، وهم بيقصوا العظم بالجزرة وبالمنشار، وبيقطعوا اللحم بالسكاكين، وهو جالس يحلف. ما بان على وجهه عرق واحد، ولا بان على وجهه شيء من الألم اللي ممكن الإنسان ينفعل مع هذا الألم، ولا سمعنا منه صوت، ولا سمعوا منه صوت إلا عندما في القص الأخير قال ضغط على أسنانه واعتقد أنه في 2 أو 3 كسرين في فمه دون لا يتكلم كلمة. عندما ذروة الألم، آخر ذروة ألم، ما أدري في القطع ولا عندما دخلوا رجله من شان لا تخيس في مرجل بيغلي سمسم. الشيبان بعد ما قصوا مسكوه من هنا ووضعوا سمسم ساخن أعلى درجة، ووضعوا فيه القدم بحيث انها لا تتسبب ولا تتعفن. بعد ما مسكوه اخوانه قال اعطوني حبة سيجارة، وسمعت انه الاسنان هذيك نفثن هكذا دون لا يخبر حد. استهوتني هذه القصة، والله موقف، قصة بطولية حقيقة يعني.